السلام عليكم. بناء على طلبكم ان انا انزل فيديو فيه خطوات التقديم على منح العاصمه، فدي اول الجامعه الكنديه، وهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. اول ما تدوسوا عليها تفتح الصفحه اللي قدامكم. فاول سيكشن عندنا هو البيرسونال انفورميشن سيكشن، والسيكشن ده فيه كل المعلومات عنك والتخصص اللي انت ناوي تدرسه. فاول سؤال هو البروجرام اوف انترست، وده المجال اللي انت عايز تدرسه. في الجامعه الكنديه فيه 3 برامج بس. وبعد كده بندخل في جزء الاسم. انت هتبدأ تحط اسمك، الفيرست والميدل واللاست نيم. الفيرست نيم هو اسمك انت، الميدل نيم هو اسم باباك، واللاست نيم هو اسم جدك. يعني ما تحطهمش مع بعض، لا، بتحط كل واحد لوحده. بعد كده رقم 5 عندك الديت اوف بيرث، وده تاريخ ميلادك على حسب المسجل بيه في شهادة الميلاد، وتحطه باليوم والشهر والسنة. رقم 6 بقى هو الجندر، فيميل او ميل. رقم 7 هو البرايمري سيتيزنشيب، اللي هي جنسيتك، ولازم تكون مصري عشان تقدم على المنحة دي. 8 و9 هما البرايمري والسكندري ايميل. زي ما انا قلت في الفيديو اللي فات انك بتبعت لك القبول على الايميل بتاعك، فلازم الايميل يكون متفعل وان انت بتشوفه كل شوية. عشان كده هم حاطين لك البرايمري ايميل والسكندري ايميل، عشان لو هم لقوا مشكلة في الايميل الاولاني يقدروا يتواصلوا معاك. 9 و10 بقى هما رقم التليفون بتاعك انت، ورقم 11 هو رقم تليفون ولي الامر. بعد كده تاني سيكشن وهو مختص اكتر بالعنوان. هو فيه 3 اقسام بس، الادرس والكانتري والسيتي. فانت بتحط فيه عنوانك بالتفصيل بالشارع وكده. بعد كده بتحط الجمهورية، وبعد كده بتحط المدينة. تاني سيكشن عن education history، وده عن التاريخ الأكاديمي بتاعك. فأول حاجة عندك الهاي سكول نيم، وهو اسم المدرسة الثانوي بتاعتك، وبعد كده بتحط المدينة اللي كانت المدرسة دي فيها. رقم 17 بقى بنحط النسبة اللي انت جبتها في ثانوية عامة من غير ما تحسب المعامل لطلاب ستام. 18 بقى احنا بنحط نوع المدرسة سواء ستام او ثانوي عام، وبعد كده بنحط المحافظة اللي كانت فيها المدرسة. واخر سؤال في السكشن ده هو الايلتس او توفل، لو انت سكور بتاعك وترفع الشهاده. لو ما خدتش بتدوس ان انت ما خدتش، وبعد كده بننقل لاخر سكشن. اخر سكشن ده اللي بترفع فيه المستندات، فانت هترفع فيه الهاي سكول سيرتيفيكيت وهي شهاده الثانويه العامه. بعد كده بترفع فيه البطاقه اللي هي الناشونال اي دي. بعد كده بترفع ريكومنديشن ليتر، وده اختياري ولكن هو بيزود فرصه قبولك. وبكده احنا خلصنا التقديم على الجامعه الكنديه. دلوقتي دور تاني جامعه The Knowledge Hub University، سواء كونفنتري او نوفا، وهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. اول ما بتضغط عليه بيظهر لك الصفحه اللي قدامنا دي. واول حاجه انت محتاج تعمل اكونت، فبتدوس على create account، وبعد كده بتدخل اسمك الاول والاخير والايميل ورقم التليفون وبالباسورد، وبتاكد الباسورد. بعد كده بتدوس submit، وبتتجه مباشره على الجيميل، وهتلاقي ايميل هناك بيأكد ان انت عملت اكونت، وبيديك اللينك اللي هتدخل عليه عشان تملى الابليكيشن. فبتاخده بتحطه على جوجل، وهيفتح لك الصفحه اللي قدامنا دي بالظبط. هي الصفحه بادئه بمجموعه معلومات مهم ان انت تعرفها، اهمها ان في مصاريف بتدفع للابليكيشن قدرها 1200 جنيه. بعد كده الابليكيشن متقسم ل 12 سيكشن. اول حاجه البيرسونال انفورميشن، ودي بتضيف فيها الفيرست والميدل واللاست نيم والجندر وتاريخ الميلاد، وغير كده الدولة اللي انت اتولدت فيها والجنسية بتاعتك. وفي الاخر هتلاقي اسمك واسم باباك واسم جدك بالعربي. تاني سيكشن هو الاديوكيشن سيكشن، وده خاص بالخلفيه الاكاديميه بتاعتك. فهو طالب فيه السكول نيم، اسم المدرسه، والهاي سكول سيرتيفيكيت نوعها سواء ستام او ثانويه عامه. بعد كده الجريد والجرادويشن ديت. الجرادويشن ديت ده حط فيه اخر يوم امتحانات ليك. بعد كده بيسالك هل انت طالب محول من جامعه تاني، فانت هتضغط لا، لان في الغالب هتكون لسه بتقدم من اول جديد. تالت سيكشن وهو خاص بالبروجرام اللي انت تختاره، فانت لازم تحدد الرغبه الاولى بتاعتك، هل هي في جامعه كونفنتري ولا نوفا. وبعد كده بتختار البروجرام. رابع سيكشن وهو تاكيد الهويه، وانت بتاكد الهويه برقمك القومي. بعد كده ننتقل لخامس سيكشن. خامس سيكشن هو بتضيف فيه عنوانك، سواء الدولة والمدينة والحي واسم ورقم العمارة. سادس سيكشن عن معلومات التواصل بتاعتك، وهي عبارة عن الايميل والرقم بتاعك، وانت اصلا ضفتهم لما كنت بتعمل الاكاونت. سابع سيكشن وهو عن معلومات الوالدين، سواء الأب أو الأم. تامن سيكشن انت بتضيف معلومات الوصي عليك، سواء الوصي هو الأب أو الأم أو حد تالت خالص. تاسع سيكشن بيسألك عن اجتياز الانجليش، وهنا بيسألوك هل اخدت ايلتس او توفل قبل كده. ولو اخدت واحد منهم بتحدده وبتضيف السكور وبترفع الشهادة. لو ما خدتش اي حاجة منهم فبتنقل للسيكشن اللي بعده.
بعد كده انت بتأكد ان كل معلوماتك صحيحة، وبكده الابليكيشن خلص. وبكده بعد ما اتكلمنا عن الجامعة الكندية The Knowledge Hub University، جاء وقت ال UH التقديم بتاعها بسيط جدا، عبارة انك هترفع المستندات على الايميل بتاعهم، والمستندات كلها انا كلمتك عليها في الفيديو اللي فات، وهم هيحددوا لك ميعاد تروح تمتحن في الانجليش تيست. تمام. وهتدفع كمان مصاريف للابليكيشن، وتقريبا المصاريف كلها عشان تقدم على UH 6000 جنيه. وبكده احنا خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.